عايزك تسمع قصتي للآخر وتقولي لو كنت مكاني كنت هتعمل ايه. انا مأجر شقة بقالي شهر في اسكندرية في حي قديم. كل ليلة في نفس الميعاد كنت بسمع صوت أنين طالع من الحمام. صوت حد بيتوجع، مش تمثيل، صوت حقيقي. أول مرة سمعته وقفت قدام باب الحمام وكنت مرعوب، والضلمة كانت جوه مغطية المكان. وفجأة وأنا واقف، ايد بيضة، بيضة جدا، كأنها جسم ميت ومتحلل بقاله فترة، طلعت من ورا الباب. بعد كده وشها ظهر، كان كله متغطي شعر اسود، مغطي وشها بالكامل، شعر كتير ومش طبيعي. وقعت وحاولت ارجع لورا، بس معرفتش اتنفس. مديت ايدي على بقي، لقيت شعر اسود كتير طالع من زوري مش بيخلص. فضلت احاول اشده وما بيخلص. فجأة فقت وانا مفزوع. الحمد لله طلع كابوس. بس المشكلة ان من اليوم ده الأنين انا لسه بسمعه كل ليلة جاي من الحمام، وانا بقف قدام الباب وانا خايف اني اقرب. قولي لو مكاني كنت هتعمل ايه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان هتسمعوا قصص كتيرة زي دي الفترة الجاية.